لو بتدوري على مكان حلو تقضي فيه كام يوم في مصيف مع عيلتك، وخصوصا بقى لو انت عايزه تعرفي شكل الشاليهات بتاعت قريه 25 يناير بالاسماعيليه وكمان الاسعار بتاعتها، تعالوا معايا النهارده هنشوف مع بعض شكل الشاليه من جوه بالتفصيل، ونشوف فعلا المكان يستاهل ان احنا نجيه ولا لا. احنا النهارده في قريه 25 يناير بالاسماعيليه، وتعالوا نبدا جولتنا في الشاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده شكل الشاليه من جوه. طبعا زي ما انتم شايفين دي صالة كبيرة وفيها طبعا انتريه، وكمان في شاشة، وكمان في تلاجة، وفي سفرة، وفي كمان كاتل، بس ما فيش بوتاجاز عشان الناس اللي كانت بتسأل قبل كده. ده شكل الصالة بتاعت الشاليه. تعال نفتح كده ونشوف البلكونة بقى ونشوف بتبص على ايه. زي ما انتم شايفين كمان في منشر للغسيل عشان لو حبيتي تغسلي اي حاجة من هدومك تقدري تنشري عليه. وشايفين الجمال بقى، المنظر اللي انت بتبصي عليه من خلال الشاليه. شايفين الجمال. طبعا هناك في شاليهات أوضة وصالة، وفي شاليهات أوضة بس. طبعا بيختلف الحجز الحاجة على حسب عدد أفراد الأسرة، وأنا قلت قبل كده إن لما انتوا أسرة مكونة من 3 أفراد بتبقى الليلة ب1750، كمان شاملة وجبة الفطار. طبعا دي شكل الأوضة، فيها برضو تلفزيون وفي تكييف، برضو في الصالة فيها تكييف على فكرة. ده شكل الأوضة، وفي كمان دولاب، وكمان زي ما انتم شايفين في أباجورة. شايفين التفصيل والجمال بتاع الغرفة عامل ازاي. تعالوا نشوف بقى البلكونة بتاعت الغرفة عاملة ازاي. شايفين الجمال. تخيلوا ان انت كده وانت بتصيفي بتصحي تلاقي المنظر الجميل ده. تعالوا نشوف بعد كده ده طبعا الدولاب موجود في قلبيه الشماعات زي ما انتم شايفين، وكمان في خزنة في قلب الدولاب. تعالوا نشوف الحمام مع بعض كده. ده نظام الحمام زي ما انتم شايفين، حوض وكمان في كابينة للاستحمام. عايزه اقول لكم كمان ان الخدمات هناك حلوه جدا، في من ناحيه النظافه، يعني بيجيلك حد ينظف لك الغرفه. شايفين شكل الجمال لما تكوني بتصيفي وتبصي على منظر جميل بالمنظر ده كده. شوفي قد ايه النفسيه تستريح وتبقي تحسي براحه نفسيه انت واسرتك. طبعا لو انت اسرتك 5 افراد بتقدري تاخدي اللي هي الاوضه والصاله، وزي ما قلت لكم ان هي في طبعا الانتريه، وفي كمان الاوضه فيها سريرين. طبعا عاملين 2000 جنيه لل5 افراد. طبعا بتبقى شامله وجبه الفطار. على قد ما اقدر بوريكم شكل الجمال بتاع القرية، علشان بجد يعني انا وانا موجودة هناك فعلا حسيت براحة نفسية كبيرة جدا. خاصة بقى وانتي بالاخر النهار كده بتبقي قاعدة في على البحر، يعني منظر جميل جدا. والجو كمان هناك بالليل بيبقى حلو قوي. لو عايزين تسألوا على اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك على طول. حبيت اصور لكم شكل القرية بقى من فوق كده عشان تشوفوا الجمال بتاع القرية، يعني بجد حاجة جميلة جدا ونظافة حلوة قوي. شايفين ده شكل الحمامات السباحة. لو انت لسه بتشاهدي لحد الوقت دوت، يا ريت تكتبي لي بقى في الكومنتات رأيك ايه في القرية، وفعلا حلوة ان انت تقدري تجيها ولا لأ. ولو الفيديو بقى عجبكم يا ريت ما تبخلوش عليا في لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناتي. مستنية الأسئلة بتاعتكم عن القرية. لو حد عايز يسأل على أي حاجة يكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليه على طول. تخيلوا المنظر الجميل دوت كده، يعني انتي لما تصحي من النوم تلاقي المنظر الجميل ده. طبعا في شاليهات زي ما انتم شايفين كده على حمام السباحة على طول. الخدمة هناك على فكرة كويسة جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويا رب يكون القرية كمان عجبتكم. ولو عجبتكم القرية يا ريت تكتبوا لي في التعليقات رأيكم فيها ايه.